من بنغازي ينضم إلينا المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق. مرحبا بك أستاذ عبد الله. تحدث البرلمان عن تشريعات جديدة تسمح لكل الليبيين الترشح إلى الانتخابات الليبية. هل وضعتنا بصورة هذه القوانين التي يتم الإعداد لها؟ نعم، مساء الخير لك سيدي الفاضل ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا أهلا وسهلا. ما دعا إليه السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمته في المؤتمر ال34 لاتحاد البرلمان العربي اليوم في بغداد هو تأكيد على أن مجلس النواب أوفى بكل التزاماته، خاصة بعد إصدار مجلس النواب للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي يحدد الملامح السلطة في الفترة الانتقالية القادمة ما بعد الانتخابات والصلاحيات المختلفة سواء لرئاسة الدولة أو لمجلس الأمة القادم، وكذلك السلطة التنفيذية والعلاقة بين هذه السلطات، وهي القاعدة الدستورية التي كان ينتظرها الليبيون وكذلك المجتمع الدولي من أجل إجراء الانتخابات. فيما يتعلق لما دعا إليه السيد رئيس مجلس النواب حول قوانين الانتخابات، ما قصده السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب هو مسألة الإفساح المجال لكل الليبيين عبر شروط الترشح في الانتخابات لكل أطراف النزاع، وهو الحل الوحيد الممكن لتشجيع كل الأطراف من أجل الدخول في الانتخابات وترك مسألة الاختيار للشعب الليبي، بمعنى أن لا يتم إقصاء أي أحد. فضفاضة كل الليبيين. نعم. الترشح، هذه الكلمة فضفاضة واسعة تشمل الجميع، ولكن هناك نقطة مختلف عليها وهي نقطة هامة جدا. لا، القصد كل الليبيين المشمول بهم. نعم. مثلا العسكريين مزدوجي الجنسية كذلك من الممكن أن تكون هناك تشريعات تسمح لهم بالترشح؟ في هذه المرحلة الانتقالية لما لا؟ طبعا القصد لا يكون هنالك إقصاء سياسيا لطرف معين من أجل أن يتم إنجاح هذه الانتخابات أيضا. فالقصد ليس كل الليبيين بالعموم، ولكن ألا يكون هنالك إقصاء سياسيا. على سبيل المثال مسألة مزدوجي الجنسية، وكان هنالك حديث مطول للسيد رئيس مجلس النواب حول هذه النقطة في أكثر من مناسبة. فهنالك الكثير من الليبيين عانوا خلال عقود حكم النظام معمر القذافي وهجروا، وبالتالي هنالك الكثير من المترشحين أو من يريدون الترشح من السياسيين لديهم جنسية غير عدا الجنسية الليبية، وحتى الموجودين الآن في السلطة هنالك بعض المسؤولين موجودين لديهم جنسية. فالطرح الذي يكون هو أن يشترط على من يترشح بعد في حال فوزه أن يتنازل عن جنسيته الأخرى في حال فوزه في الانتخابات. الهدف من كل ذلك هو أن يتم إنجاح الانتخابات. كيف يتم إنجاح الانتخابات؟ أن نمنح الفرصة للجميع، جميع الأطراف السياسية أن تشارك من أجل أن لا يكون هنالك الانتخابات تحتاج إلى حكومة تنفيذية كي تشرف عليها وتخدمها لوجستيا. أستاذ عبد الله، كل انتخابات تحتاج إلى حكومة. قبل يومين تقريبا كان معنا مستشار رئيس البرلمان المريمي وقال بأنه لا ضير بأن يكون هناك توافق على حكومة موحدة. هل يعمل على ذلك؟ حكومة ما بين فتحي باش آغا وعبد الحميد دبيبة وسط؟ نعم، هذا الأمر بكل تأكيد مطروح، لأنه وجود حكومة السيد دبيبة بقوة السلاح في العاصمة طرابلس لم تمكن حكومة السيد فتحي باش آغا من دخول طرابلس. الخيار الموجود الآن والأول وهو مرفوض مسألة الدخول بالقوة أو فرض الحكومة بالقوة، ونحن يعني لا نريد أن تعود البلاد للحرب من جديد. فبالتالي الحل الممكن في ظل تعنت السيد دبيبة، تمسكه بالسلطة، بقائه بقوة السلاح، أن يتم تشكيل حكومة بإمكانها أن تسير انتخابات، لأن السيد عبد الحميد دبيبة يعني الأمر واضح للجميع، لا يريد إجراء انتخابات، يقوم بصرف المليارات هنا وهناك من أجل أن يبقى في السلطة أطول فترة ممكنة، ولن يكون هنالك انتخابات في ظل وجود السيد عبد الحميد دبيبة الذي كان
من ضمن الأسباب الرئيسية لتأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر المحدد، الوقت السابق المحدد للانتخابات. وسيظل السيد دبيبة حجرة عثر في اتجاه في إجراء الانتخابات طيلة الفترة القادمة. فيجب أن يكون هنالك حكومة موحدة لتسيير انتخابات تدعم المفوضية العليا للانتخابات، وتكون هي الحكومة التي تعمل على إجراء الانتخابات ولا تكون طرف فيها، لأن السيد عبد الحميد دبيبة أصبح طرف عندما ترشح للانتخابات الرئاسية. يعني الآلية لذلك أستاذ عبد الله، هل سيعتمد البرلمان على سحب الثقة من حكومة فتحي باشاغا والبحث عن حكومة بديلة بالاتفاق مع من؟ مع الداخل أم مع الخارج؟ إلى الآن يعني لم يردنا شيء في هذا الخصوص، لكن في مسألة كيف يتم تشكيل حكومة جديدة، هل بتوافق جديد، إلى الآن لم يردنا شيء. لكن من حيث المبدأ يجب أن يكون هنالك حكومة موحدة، وأن يتم من خلالها دعم إجراء الانتخابات، وألا تكون هذه الحكومة طرفا في العملية الانتخابية بأي شكل كان. يشترط على رئيسها ألا يترشح للانتخابات. هذا الأمر هام جدا لإجراء الانتخابات، ومثل ما أسلفت ذكرا لن يكون هنالك انتخابات طالما أن السيد عبد الحميد دبيبة باقي في السلطة بقوة السلاح. طيب، إذن أشكرك على كل هذه التفاصيل من بنغازي. كان معنا المتحدث باسم مجلس النواب الليبي الأستاذ عبد الله بليحق، معلقا على آخر تطورات المشهد الليبي. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله.